السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية سنة 2025 ظهر إعلان عادي جدا لشقة للبيع في سموحة، لكن الإعلان ده كان مخبي وراه واحدة من أغرب الجرائم اللي عرفتها اسكندرية، الشقة المسكونة من البداية. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في سنة 2025 في اسكندرية وتحديدا في بداية السنة إعلان منشور عن شقة متميزة جدا وفي موقع مغري جدا لأي حد في منطقة سموحة، وحتى السعر المعروض لبيع الشقة دي كان مغري قوي وكان كفيل إن أي حد يفكر إنه يروح يشتريها. فواحد من الناس اللي عندهم اهتمام بشراء العقارات كلم الشخص اللي منزل الإعلان وراح على العمارة علشان يبص طبعا على الشقة، بس لما يوصل ويطلع لفوق يلاقي إن باب الشقة شكله قديم قوي، ولما يخبط على الباب فتح لقى إن في عيلة كاملة قاعدة جوه الشقة دي. لفت انتباهه ان برغم ان العفش شكله شيك قوي لكن كان باين ان بقاله فترة زمنية طويلة قوي. الزمن كان باين على الشقة دي جدا، غير ان كمان ريحة الشقة باين ان ما كانش في حد كان عايش فيها خالص من مدة طويلة. المهم يعرف من الشخص اللي نشر الاعلان ده ان الشقة مقفولة بقالها 15 سنة، يعني فعلا ما فيش حد عايش فيها طول المدة دي. وقال كمان إن واحد قريبه كان ساكن في الشقة دي وإنه مات من فترة طويلة وهم كانوا عايشين برا مصر، فكانوا سايبين الشقة دي مقفولة. بس لما رجعوا على مصر واستقروا قرروا إنهم لازم يبيعوا الشقة. ويلاحظ الشخص اللي جاي يشتري الشقة إن عليها بعض الخلافات القانونية، بعض المشاكل، في نزاع قضائي على الشقة. بس المهم إن كان في حالة غريبة موجودة في الشقة. هي فعلا شقة جميلة قوي ومميزة، لكن تحس إن في حالة من الغموض غريبة قوي، وفي نفس الوقت في حاجة كانت بتقبض القلب. المهم بعد ما يتفرج على الشقة وهو نازل يقابل واحد من سكان العمارة فيسأله عن الشقة ويسأله لو يعرف أي معلومة عنها. فالساكن ده قال له إنه رايح يشتري الشقة المسكونة. صدمة الشاب ده بتزيد أكتر وأكتر، بس ساعتها يصر إنه هو لازم يعرف إيه اللي حصل بالظبط. فيعرف إن الشقة مات فيها راجل ومراته وبنت، المهندس خالد ومراته وبنتهم أمينة، والكلام ده كان من سنة 2010. ومن هنا هنستعد علشان هنسمع واحدة من أغرب قصص البشر، وفعلا هنشوف إن في أشباح بشرية مستعدة تعمل أي حاجة علشان خاطر مصلحتها. لازم تركزوا في كل تفاصيل القصة كويس قوي، لأني بوعدكم كل شوية إنكم هتتفاجئوا. من أكتر من 25 سنة قبل تنفيذ الجريمة كان في شاب مهندس اسمه خالد عايش في اسكندرية ومقيم هناك. الشاب ده كان شاطر ومجتهد قوي وعنده كمية أحلام وطموح كبيرة جدا، بس طبعا اللي كان موقف الأحلام دي هي الفلوس. وده لأن خالد كان من عائلة متوسطة ماديا، تعرف على بنت هنقول مثلا إن اسمها أماني. البنت كانت من عائلة كويسة جدا ومرتاحين ماديا قوي، وأول ما تشوف المهندس خالد تعجب بيه على طول. باين من البداية كده إنه عنده طموح وواضح قوي إن عنده حلم. المهم بعد ما يتعرفوا على بعض أكتر خالد يطلب إيد أماني للجواز، وأماني توافق جدا لأنها كانت شايفة إنه فعلا شاب مجتهد وواضح كمان إنه هينجح في حياته. خالد كان صريح جدا مع عائلة أماني، قال لهم إنه ظروفه المادية متوسطة بس هيحاول يعمل كل اللي يقدر عليه علشان أماني تعيش حياة كويسة. المهندس خالد هو اللي تحمل مسؤولية جوازه بالكامل، وده لأن زي ما قلنا عيلته متوسطة ماديا. بعد شوية خالد وأماني اتجوزوا. أماني والدها بعد ما توفى كان سايب لهم هي واخواتها ورث كبير قوي، وبعد جواز أماني اقترحت على خالد جوزها إن هي تبيع جزء من الورث ده وهو يفتح بيه شركة مقاولات اللي طول عمره كان بيحلم بيها. وهي كانت واثقة فيه جدا وعارفة إن خالد حد أمين قوي. المهندس خالد فرح قوي بالاقتراح ده ويوافق إنه يفتح شركة المقاولات، ويوعد مراته أماني إن أول ما تيجي فلوس ويكسب هيعوضها عن كل حاجة. وفعلا فتح خالد الشركة وعمل كل اللي يقدر عليه علشان الشركة تنجح، وكان مقرر إنه هيحافظ على فلوس مراته كويس قوي. والحقيقة خالد عمل فعلا كده وكان أمين على فلوس مراته. وبعد وقت قليل قدر المهندس خالد إنه ينفذ كذا مشروع وينجح فيهم كلهم. وهنا اسمه بدأ يكبر في وسط شركات المقاولات، وكان باين قوي بوادر النجاح على المهندس خالد. يمر شوية وقت وربنا يرزقهم ببنتهم الأولى اللي اسمها أمينة. والبنت واضح إن رزقها كان كبير قوي زي ما بيقولوا كده،
لأن بعد ما جت الشغل زاد وحجمه في السوق كمان كبر جدا، وبعد سنة ربنا يرزقهم بالمولود التاني اسمه أحمد. ومن وقتها المهندس خالد ومراته أماني بقى أهم حاجة عندهم في الدنيا هم ولادهم الاتنين أمينة وأحمد. تمر السنين، الولاد يكبروا وشركة المهندس خالد كمان تكبر جدا جدا، وساعتها يقرر إن هو يشتري الشقة اللي اتكلمنا عنها في الأول. وأول قرار ياخده إن الشقة دي تتكتب باسم مراته، واعتبر إن ده هو رد الأمانة لمراته. المشكلة إن المهندس خالد علاقته ما كانتش قوية قوي بعيلته، وده لأنه كان حاسس طول الوقت بالاستغلال والطمع، وعلشان كده كان دايما بيحاول يثبت لهم إن الشركة باسم مراته وإن كل حاجة تخصه باسم مراته، وهو بس بيدير الشغل ده. والحقيقة الموضوع ده كان عامل مشكلة للمهندس خالد مع عيلته، وعايزين نركز قوي في الحتة دي. تمر السنين ونوصل لسنة 2009. أمينة بنتهم دخلت كلية الصيدلة، وأحمد يبقى في الثانوية العامة. وخوف المهندس خالد ومراته أماني عليهم كانت قوية قوي، زي أي أب وأي أم عادي، تعبوا وشقيوا على أولادهم، خايفين عليهم من أي حاجة. أمينة كانت قريبة قوي لوالدها ووالدتها، وبتسمع كلامهم في كل حاجة، ومقتنعة جدا إن كل كلمة بتسمعها منهم هي عبارة عن نصيحة. وده كان عكس أخوها تماما. أحمد كان عنده تمرد غريب على والده ووالدته، وكان شايف طول الوقت إن نصيحهم ليه وخوفهم عليه كان زيادة عن اللزوم. أحمد كان عنده صحاب كتير وعلاقات مع شباب كتير، سواء في النادي أو في المدرسة، وبسبب علاقاته دي كان والده طول الوقت خايف عليه، وطول الوقت بينصحه علشان خايف إنه يتعرف على حد ياخده في طريق غلط. المهم أحمد ينجح في الثانوية العامة ودخل جامعة خاصة، والمعروف عنها إن هي غالية جدا. ومن ساعة ما دخل الكلية ووالده بقى خايف عليه زيادة أكتر وأكتر. وزي ما قلنا إن علاقة خالد بعيلته ما كانتش كويسة، برضو علاقة مراته أماني بعيلتها ما كانتش كويسة. والمشكلة الأكبر كانت مع أختها اللي كان عندها نفس الورث اللي والدهم سايبه لها، بس فرق إن أماني باعت الورث بتاعها وفتحوا شركة المقاولات. الموضوع كبر وكسبوا فلوس أكتر، إنما أختها ما عملتش بالفلوس دي أي حاجة، بل بالعكس الفلوس اللي معاها قلت أكتر. وعلشان كده أماني كانت دايما بتحس منهم إن في شوية حقد وغيرة. أحمد لما دخل الكلية والده اشترى له عربية جديدة، وكمان كانت موديل السنة. ونفس الموضوع عمله مع أمينة، أول ما دخلت كلية الصيدلة عمل معاها نفس الحكاية. خالد كان طول الوقت بيطلب من أحمد إنه يحافظ على أخته ويخاف عليها قوي. نوصل لسنة 2010، المهندس خالد بقى عنده 50 سنة، وأماني مراته 42 سنة، أمينة عندها 20 سنة، وأحمد بقى عنده 19 سنة. العيلة كلها متجمعين في البيت ومستنين وقت الغدا علشان ياكلوا مع بعض وجبة السمك اللي والدتهم طبخها لهم. وطبعا كلهم يقعدوا على السفرة، بس أحمد يقول لهم إنه مش هينفع يتغدى معاهم، وإنه هيروح النادي علشان متفق مع ناس أصحابه يتغدى معاهم هناك. وفعلا أحمد ينزل ويروح على النادي بتاعه، وعلى الساعة 9 بالليل اتصل بوالده، بس والده ما كانش بيرد. اتصل بوالدته برضه ما بتردش، وبعدها كلم أخته نفس الحكاية. اتصل على واحد قريب له وساكن قريب من الشقة بتاعتهم، وطلب منه إنه يروح عندهم ويخبط على الباب ويشوف في إيه. وفعلا قريبهم راح وقعد يخبط على الشقة كتير، بس محدش كان بيرد. وطلب أحمد وقال له على اللي حصل. أحمد بسرعة اتحرك من النادي وروح على الشقة هناك، ولما يوصل يلاقي قريبهم واقف عند باب الشقة عمال يخبط، بس مفيش حد كان بيرد ولا حد بيفتح، ومفيش أي صوت جوه الشقة. أحمد فتح باب الشقة ولقى حالة هدوء غريبة، ولقى بواقي وجبة السمك لسه على السفرة ما اتشالتش. يمشي في الشقة يلاقي أخته واقعة على الأرض وما بتتحركش خالص في المطبخ، ويلاقي والده ووالدته واقعين في أماكن مختلفة. اتصلوا بسرعة بالإسعاف، ولما الإسعاف جت قالوا لهم إن التلاتة ماتوا. أحمد واقف قدام الناس مش مصدق اللي حصل، ومش مستوعب إن عيلته في لحظة كده كلهم انتهوا. الإسعاف تكلم رجال الأمن علشان يوصلوا لمسرح الجريمة اللي هي شقة المهندس خالد، والأهالي اللي في المنطقة كلهم يعرفوا إن المهندس خالد ومراته وبنته ماتوا. وصل رجال المعمل الجنائي للشقة، ومع الفحص المبدئي للمكان واضح إن هي حالة تسمم من وجبة السمك اللي لسه واكلينها، ولسه أثر ولسه موجود أثرها وبقاياها، ولسه موجود بقاياها ولسه البواقي بتاعتها على السفرة ما اتشالتش. ويلاقوا على السفرة
4 كوبايات عصير، 3 منهم مش مشروبين للآخر، إنما الكوباية الرابعة خلصانة لحد آخرها. ويعرف رجال الأمن من أحمد ساعتها إنه كان قاعد معهم على السفرة، وإن هو اللي شرب كوباية العصير، وبعدها نزل وراح على النادي علشان كان معزوم على الغدا مع الناس أصحابه. في الوقت ده كان منتشر جدا في اسكندرية حالات تسمم كتيرة حصلت بسبب وجبات السمك. بعد ما خلص رجال المعمل الجنائي فحص مسرح الجريمة، أخدوا عينة من الأكل اللي هو بقايا وجبة السمك، وتبدأ التحقيقات على طول ويحددوا هل في شبهة جنائية، واللي هي حالة تسمم من السمك زي الحالات اللي كانت منتشرة في الوقت ده. المهم الطب الشرعي يأكد إن سبب الوفاة هو وجود تسمم في وجبة السمك، وإن التسمم ده نتيجة وجود نسبة من مبيد حشري. وللأسف في فترة كان بعض التجار اللي ما عندهمش ضمير كانوا بيربوا السمك في مزارع الأسماك وكانوا بيستخدموا المبيدات الحشرية. التحريات كمان أكدت إن أحمد ابنهم كان في النادي فعلا، وكان معزوم مع ناس أصحابه على الغداء، وتم إصدار أمر بدفن الأسرة، وإن مفيش أي شبهة جنائية، وإن الموضوع عبارة عن حالة تسمم من وجبة السمك. أحمد مرة واحدة اتغيرت كل حياته، عيلته كلها ماتت في لحظة واحدة. مر 8 شهور كاملين ومحدش مركز في أي تفاصيل بتحصل إلا واحدة بس، وهي مامة المهندس خالد، اللي مرة واحدة قررت تروح للقسم وتطلب إن هي تقابل واحد منهم. فيقابلها واحد من رجال الأمن، وكان باين عليها جدا إن هي مش في حالة طبيعية. وأول ما تقعد تقول لهم إنها بتتهم حفيدها اللي هو أحمد إن هو اللي قتل مامته وباباه وأخته. طبعا اتهام زي ده كان صعب جدا. فيسألها رجال الأمن إيه اللي خلاها بعد 8 شهور بحالهم تيجي تقدم البلاغ، والبلاغ ده هتقدميه في حفيدك؟ فتقول لرجال الأمن إن بعد الوفاة على طول أحمد ما كانش باين عليه أي نوع من الزعل، ولا كأنه فقد مامته وباباه وأخته مرة واحدة. بس الأهم من ده كله إن هي قالت إن هي سمعت أحمد وهو بيتكلم في التليفون مع حد وبيقول له إن هو اللي عمل كده. هنا رجال الأمن ياخدوا كلام والدة المهندس خالد بجدية ويعملوا فعلا محضر ويبدأوا تاني في فتح ملف القضية. ويبدأ رجال الأمن في عمل تحريات أمنية كاملة عن أحمد. توصل معلومات غريبة قوي. المعلومات دي بتقول إن أحمد فعلا مش باين عليه أي تأثر، وإن أكتر من حد قريب منه قال إنه في الفترة الأخيرة كان في خلافات قوية جدا بين أحمد وبين والده. ده غير كمان إن في بعض الشهود اللي بيعتبروا قريبين جدا من أحمد قالوا إن مفيش أي حاجة مستبعدة عنه. ده غير معلومة تانية مهمة جدا عن الميراث، وده لأن المهندس خالد ومراته سايبين ورث كبير قوي، والمستفيد الوحيد منه هو ابنهم أحمد. ده غير بعض الخلافات من العيلتين على الميراث. فاكرين لما قلنا في نص الحلقة إن في مشكلة ما بين المهندس خالد وعيلته وبين أماني وعيلتها، والمشاكل كلها بسبب الطمع؟ يتم استدعاء أحمد ويتم مواجهته بكل المعلومات اللي وصل لها رجال الأمن. والمفاجأة إن أحمد اعترف لرجال الأمن إن هو فعلا اللي عمل كده، بس قال لهم ما كانش هدف خالص إن هو يموت عيلته، كان كل الهدف إنهم يتعبوا ويدخلوا المستشفى شوية ويقعدوا فترة طويلة في العلاج، والفترة دي يقدر يستغلها أحمد براحته ويجيب أصحابه على البيت اللي والده أساسا كان رافض إن هو يجيبهم. والحقيقة هو كلام مش مقنع، بس أحمد قال كده. واللي حصل إن أحمد وهو قاعد في البيت سمع إن والده المهندس خالد اشترى سم علشان يحط للكلب الموجود في العمارة، عشان كان عامل لهم مشاكل كتير. وساعتها كان خبر التسمم منتشر في اسكندرية من وجبات الأسماك، وكانت موجودة جدا في أكتر من عيلة. قرر إن هو يتخلص من العيلة بتاعته بنفس الطريقة، وكده محدش ممكن يقدر يشك فيه. فدخل المطبخ وحط السم كله في السمك، وبعدها بلغهم كلهم إنه مش هيتغدى معاهم، وإنه هيروح على النادي علشان يتغدى مع أصحابه. وقعد معاهم على السفرة وهو عارف إن عيلته بتتغدى أكل مليان سم، وبكل دم بارد قعد معاهم على السفرة يشرب العصير وهو شايف إن والده ووالدته وأخته عمالين ياكلوا من الأكل اللي بإيده حط لهم السم فيه. وبعد ما خلص العصير نزل من الشقة وراح على النادي وتصرف قصاد كل الناس بشكل طبيعي جدا. ولما رجع على الشقة وشاف عيلته كلها على الأرض ميتة اتصرف برضه بشكل طبيعي، وكأن كان عنده تحكم غريب في ردود أفعاله. الفكرة إن أحمد في الوقت ده كان عنده 19 سنة بس. صدمة كبيرة قوي لعيلة الأم وعيلة الأب لما عرفوا إن أحمد هو اللي عمل كده في أهله. بس الصدمة ما كانتش من اللي عمله أحمد بس، الصدمة كمان كانت بسبب الورث. بعد القبض على أحمد واتهامه بقتل عيلته كده، عيلة والده
هتورث وعيلة والدته كمان هتورث، وتبدأ الخلافات بين العيلتين. الموضوع كان أكبر بكتير من فكرة جريمة قتل، الموضوع كان فعلا خلاف على حق كل عيلة في الميراث. ومن كتر الخلافات ما كانت فعلا كبيرة قوي، عيلة والدة أحمد تواصلوا مع محامي كبير قوي وطلبوا منه إن هو يدافع عن أحمد. كان الهدف ساعتها إن أحمد يفضل مع الميراث وتبقى الاستفادة الأكبر لعيلة والدته. وقتها المحامي قعد مع أحمد فعلا وأقنعه إن هو يقول إن تم إرغامه على الاعترافات علشان في مصالح معينة في الميراث بترجع لأهل أبوه. ثروة أحمد ساعتها كانت بتقدر ب15 مليون جنيه، ويبدأ فعلا المحامي في الدفاع عنه. ولأن فعلا القضية كانت معقدة قوي فبدأت تاخد وقت طويل في المحاكم، وكان ساعتها سبب التعقيد ده هو أحمد. هو فعلا أحمد هو اللي قتل عيلته ولا لأ؟ وهل أحمد فعلا عمل كده علشان الميراث ولا حد قال له اعمل كده؟ ويا ترى اللي قال له ده هو مين؟ وقبل النطق بالحكم المحامي اللي بيترافع عنه مات، وساعتها المحكمة أصدرت حكم بالإعدام على أحمد، وده لأن كل الأدلة بتأكد إن هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. بس في الوقت ده الخلافات بين العيلتين تكبر أكتر وأكتر، وكل عيلة عايزة تثبت حقها في الميراث. ولأن طبعا الطمع هو اللي كان مسيطر على العيلتين، فتبدأ تطلع حاجات غريبة جدا وتصرفات مفيش حد يقدر يستوعبها. تستمر محاكمة أحمد والنقض على الحكم لمدة بتزيد عن 13 سنة بحالهم، وفي بعض المصادر بتقول إن المدة وصلت ل15 سنة، وده لأن إصدار وتنفيذ حكم الإعدام حاجة صعبة قوي، فلازم رجال الأمن ورجال القضاء يكونوا متأكدين 100% إن ده يستحق تنفيذ حكم الإعدام. غير إن المحامين اللي تولوا بعد المحامي اللي مات كان كل شوية بيقدموا نقد على الحكم، وكانوا بيقدموا أدلة جديدة يمكن تغير أو تخفف الحكم على أحمد. المهم في وسط الخلافات تقرر العيلة إن هي تبيع الشقة بتاعة المهندس خالد، واللي فعلا كده هي مقفولة بقالها 15 سنة بسبب مشاكل قضائية ومشاكل قانونية. ولأن أشباح البشر كتير قوي فيكتشفوا وقتها إن في واحدة ست شغالة في مجال القانون عملت إيجار مزور، والعقد ده عملته لنفسها على إن هي مأجرة الشقة لمدة 59 سنة، وبكده لو أي حد من الورثة عايز يبيع الشقة ما يقدرش يبيعها إلا لو الشخص اللي مأجر الشقة مشي، ومش يمشي بأي طريقة، يمشي برضاه. تحس فعلا إن شخصيات القصة دي كلها عبارة عن أشباح بشر. المهم بعد مرور 15 سنة تم تنفيذ حكم الإعدام على أحمد، والحقيقة إن كل الأدلة بتقول إن هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتفضل الخلافات بين العيلتين على الشقة وعلى الميراث. الناس لو تركز إن أصحاب الأملاك والفلوس مش موجودين أصلا عمرهم ما هيعملوا كده في بعض. والحقيقة إن تصرف أحمد ده مش مفهوم خالص. والده عمل كل حاجة علشان يعلمه كويس ويربيه كويس ويطلعه أحسن الناس. لحد النهاردة الدافع الحقيقي ورا الجريمة دي محدش يعرفه، لكن النتيجة كانت ضياع أسرة كاملة بسبب قرار واحد. ربنا يرحم العيلة كلها. أول درس لازم نتعلمه إن التربية والمال مش ضمان أبدا إن الإنسان هيختار الطريق الصح. المهندس خالد وفر لولاده تعليم كويس ومستوى معيشة مريح جدا، لكن في النهاية حصلت مأساة محدش خالص كان متخيلها. تاني حاجة الطمع لما بيدخل ما بين أفراد الأسرة الواحدة بيحول أقرب الناس لبعض الخصوم وأحيانا الأعداء. في القضية دي بعد وفاة أصحاب الأموال استمرت الخلافات على الميراث لسنين طويلة. 3 أي جريمة مهما نحاول أصحابها يخططوا لها أو يخفوها الحقيقة ممكن تتأخر، لكن في النهاية بتظهر. في النهاية وكأن القصة كلها بتقول إن المال ممكن يبني بيت، لكنه لو بقى أهم من الأخلاق والرحمة ممكن يكون سبب في خراب البيت ده كله. الشقة دي ما كانتش مسكونة بالأشباح، كانت مسكونة بالطمع، والطمع أحيانا بيكون أخطر من أي شبح. ودي كانت النهاية. يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.